السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة وجولة جديدة. جولتنا النهاردة هتكون على كورنيش اسكندرية، وهنبدأها من الشاطبي لحد راس التين. ومنطقة الشاطبي بتعتبر من المناطق الراقية جدا في اسكندرية. قدامنا كده كازينو الشاطبي، ورانا هتلاقوا مسرح بيرم التونسي. تقدروا كمان تاخدوا جولة على كورنيش اسكندرية بالأتوبيس السياحي، سعر التيكت 30 جنيه. هتلاقوا موقف الأتوبيس عند سور المنتزه بياخدكوا جولة لحد منطقة بحري. احنا كده قدامنا السلسلة، وورانا كده مكتبة اسكندرية. هتلاقوا شاطئ السلسلة ومكتبة اسكندرية، وبعد كده هندخل بقى على الأزاريطة، وبعدين محطة الرمل والمنشية وبحري والأنفوشي. هتلاقوا في الشاطبي مكتبة اسكندرية ومدرسة ليسيه الحرية ومستشفى الشاطبي الجامعي، وكمان المقابر المسيحية. من ضمن طبعا الفسح اللي موجودة في اسكندرية هتلاقوا محطة الرمل، هتلاقوا المنشية بحري قلعة قايتباي. كل ده صورته لكم، هتلاقوا الفيديوهات على القناة. كده احنا موجودين قبل محطة الرمل. ورانا كده مسجد القائد إبراهيم، من أشهر المساجد الموجودة في اسكندرية. وبعد كده هندخل بقى على محطة الرمل. هتلاقوا مطاعم وكافيهات كتير مشهورة في محطة الرمل. هتلاقوا أتينيوس وديليس، هتلاقوا كمان مول الفلكي، وشوارع كتير طبعا فيها محلات للملابس، وكمان محلات الخاصة بالموبايلات والأجهزة الكهربائية. هتلاقوا كمان حديقة سعد زغلول. وبعد كده بقى دلوقتي هندخل على المنشية. هتلاقوا طبعا شوارع كتير موجودة في المنشية، شوارع قديمة تراثية. هتلاقوا شارع فرنسا، هتلاقوا زنقة الستات والجندي المجهول. كمان هتلاقوا ميدان أحمد عرابي. في طبعا كمان فنادق كتير موجودة في المنشية، وكمان مجمع المحاكم. ولسه جولتنا مستمرة على كورنيش اسكندرية. طبعا في أماكن كتير موجودة في اسكندرية ومعالم. عندنا طبعا مسجد المرسي أبو العباس، من أشهر المساجد الموجودة في اسكندرية، وياقوت العرش، وقهوة فاروق، من أشهر طبعا كمان القهاوي الموجودة في اسكندرية. ومنطقة طبعا بحري والأنفوشي وراس التين، كل المناطق دي مناطق شعبية، لكن بصراحة أماكن هادية وجميلة جدا. هتلاقوا كمان موقف لليخوت، لو حد حابب بقى يتفسح داخل البحر. هتلاقوا كمان في آيس كريم الصعيدي، وهتلاقوا عزة، وهتلاقوا طبعا شواطئ كتير زي شاطئ الأنفوشي وشاطئ السيد درويش. وهنا للأسف مفيش أي أعمدة إنارة أو إنارة موجودة في المكان ده على كورنيش اسكندرية. لكن طبعا أحلى حاجة إنه انتوا بتلاقوا هنا على الأرصفة في نخل موجود، سواء في محطة الرمل أو المنشية أو بحري. ولسه موجودين في بحري. زي ما قلت لحضراتكم، بحري من أجمل الأماكن الشعبية اللي موجودة في اسكندرية. وبعد كده هتلاقوا بقى قلعة قايتباي وساحة القلعة بعد التطوير. طبعا صورت لكم القلعة والساحة بعد التطوير، هتلاقوا الفيديو على القناة. وزي ما حضراتكم شايفين كل البياعين بقى اللي كانوا داخل ساحة القلعة طبعا تم نقلهم هنا خارج الساحة، عشان طبعا تم تطوير ساحة قلعة قايتباي، وطبعا بقت أحسن بكتير بدون بياعين أو كراسي أو ترابيزات. ورانا كده هتلاقوا موقف الأتوبيس السياحي، طبعا بياخدكم بقى كده جولة على كورنيش اسكندرية لغاية بوابة المنتزه. ولسه موجودين في بحري، وقدام حضراتكم كده المكان الخاص بصيانة المراكب والسفن. وبعد كده هتلاقوا بقى قلعة قايتباي. طبعا خلاص تم تطوير الساحة اللي موجودة أمام القلعة. طبعا تم تطوير
المكان تم وضع الأسفلت، وكمان تم وضع الزرع والشجيرات، بقى مكان جميل جدا. قدامنا كده حلقة السمك، لو عايزين بقى تشتروا أي أنواع من الأسماك هتلاقوها هنا، وكمان هتلاقوا سوق الميدان من أشهر برضو الأسواق اللي بتبيع سمك، هتلاقوه طازة وبأسعار كويسة. موجودين دلوقتي في الأنفوشي قدام حضراتكم كده قصر ثقافة الأنفوشي، هتلاقوا كمان قصر راس التين وحلقة السمك، وهتلاقوا طبعا سوق الميدان في المنشية، وهتلاقوا شارع راس التين، وأهم طبعا المعالم زي ما قلت لحضراتكم هتلاقوا زنقة الستات وحلقة السمك ومتحف الأحياء المائية والكاتدرائية المرقسية، وكمان قلعة قايتباي من أجمل الفسح اللي هتلاقوها في اسكندرية. هتلاقوا طبعا شواطئ موجودة في منطقة الأنفوشي، هتلاقوا شاطئ الأنفوشي المميز، وكمان شاطئ السيد درويش. من أشهر طبعا محلات الآيس كريم في الأنفوشي محل الشيخ وفيق زي ما حضراتكم شايفين كده، وجنبه هتلاقوا مطعم عبده فرج للأسماك. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.